انا رحت ضحيه لتجار البشر. طحت عفتوني وحدي وكلكم صرت ضدي، وانا باصعب ظرف ما فارقتكم. السلام عليكم. خلوني اقول بالبدايه كل عام وانتم بخير. يا رب هذا المقطع عم صوره ثالث يوم العيد. كل عام وانتم بخير والله لا يحرمكم من اهلكم من احبابكم. رح جاوب على اسئله كثير اجتني على الانستغرام، على التعليقات، على كل مكان. ايش بك حسن، انت ليش هيك صرت؟ شو اللي صار؟ فهمنا، مو فهمانين شيء، اختفيت وفجاه بتظهر بمكان ما بيليق انك تعيش فيه، لا انت ولا حتى الناس اللي معك. احكي لنا شو اللي صاير، راح جاوبكم. حضرت اسئلتكم هيك مكتوبه كلها على الورق، لانه ما عندي غير هذا التليفون، ما في تليفون ثاني، ما عندي لابتوب، ما عندي اي شيء، راح كل شيء خسرته. الاسئله كثير بصراحه، فاخذت الاسئله الاكثر تكرارا. اول سؤال بيقول وين اصحابك او اخوانك؟ ما عندي له جواب صريح لانه راح يزعل كثير عالم مني، ولكن اخواني موجودين، او بالاحرى اكثر شيء اخوي ابراهيم هو اللي كان يعني معي بهاي المحنه. هو اللي كان مسؤول عن مصروفي، هو اللي كان مسؤول عن كل شيء انا فيه. اصحابي وين؟ ما ندري. السؤال الثاني بيقول ليش ما جيت للعراق افرش لك عيوني؟ تحية لأهل العراق. والله أكثر الناس اللي سألت عني هم أهل العراق يا أخي. والله أنا ما بحبكم عن عبث، ما بحبكم من ولا شيء. والله أنتوا سألتوا عني يا العراقيين أكثر ما أصحابي يسألوا عني، فوالله بضرب لكم تحية من بلغاريا يا زلمة. طبعا من سنة فكرت إني أجي للعراق وقت اللي صار العنصرية الزايدة بتركيا، والوضع صار جدا جدا سيء يا أخي. الأتراك ما بيحبونا، فقررت روح للعراق. سألت كثير. الأرقام كانت هائلة للناس اللي اسألها. ممكن لأنه أنا يوتيوبر يعتبروا أنه أنا إنسان عندي كثير مصاري. يا أخي والله ما ظل عندي مصاري. الناس اللي كنت اسألها كانت تسألني الفيزا بتتطلب أنت شو بتشتغل شو كذا، فكنت مضطر أشرح لهم شغلي وكذا، فكان يعطوني أسعار جدا فلكية والله العظيم. السؤال اللي بعده بيقول حسن ممكن سؤال، يمتى يطالعونكم من الكامب تعرف؟ وإذا طالعوكم وين تروحون؟ شوفوا، الكامب يتركوك فيه تقريبا 4 أشهر، وبعد ال4 أشهر بيعطوك ورقة طرد من الكامب بعد ما تطلع إقامتك، ويقولوا لك اطلع روح دبر راسك. ومثل ما شفتوا بالحلقة السابقة اللي نزلتها، وأنا من الناس اللي انطردت. يعني هو صحيح مكان سيء، ولكن ما في مكان ثاني يقويني. Vermediyse burada durursa zarar ona zarar. Bana değil. مثل ما شفتوا بهاي الطريقة وبهذا الشكل يتم طرد الناس من الكامب في بلغاريا. 7/3/2000 هاي الطريقة عم نطلع عن الكامب. أنا حكيت معهم والله العظيم، حكيت لهم وين بدي أروح. طيب حكوا لي روح على الأوتيل. قلت لهم ما عندي إمكانية أدفع كل هاي التكاليف، يعني أنا وصلت خالص يعني. فوالله حرفيا حكى لي اطلع للشارع روح دبر راسك، فبتنطرد انت. وانا هلا طلعت من الكامب، قاعد بغرفه انا وشابين معي، وبنتقاسم الاجار بيناتنا، ولكن صعب جدا. عندي صديق في بلغاريا بدك مساعده منه. والله يا ريت. انا في نقطه كثير عم تضايقني في بلغاريا، الشغل يا اخوان. ما عم اقدر الاقي شغل، وما فيني ضل صور على اليوتيوب، لانه لو فرجيتكم ارباح اليوتيوب بتضحكوا. يعني الشيء جدا شيء رمزي. فانا مجبر روح اشتغل اي شيء حتى ادفع اجار، حتى ابعت مصروف لبنتي، لزوجتي، لاهلي. لازم لاقي اي شغله اشتغلها. في كثير استغلال بالشغل. يعني بيشغلوك تقريبا 12 ساعة براتب $30 أو $25. أنت حرفيا آكل وشارب نايم فقط. ما فيك أنت تكمل إجراءاتك هون، تدفع، تطلع جوازات سفر، تسافر، ما فيك أبدا. بتمنى من صاحب هذا التعليق اللي عم يقول عندي صديقي في بلغاريا بدي شغل، بشتغل بأي شيء، إذا فيك تساعدني. إذا اجيت للعراق والله راح تقدر تعيش. والله شوفوا بصراحة التكاليف اللي حطيتها لو وصلت لهون لحالي تكاليف كثير كبيرة. ندمان، مو انه مو ندمان، كثير ندمان على الغلط اللي سويته، ولكن وقعت بالمصيبة. يعني ما فيني هلا ارجع احط تكاليف ثانية ويلا نمشي. فصعب كثير. اول ما تطلع من السجن تعال للعراق، فاتحين لك بيوتنا كلنا. والله نخليك في ببو عيون. الشعب العراقي شعب ما له مثيل والله. اكثر التعليقات اذا بتشوفوها من العراق. ان شاء الله هيك تتيح لي الفرصة اني اقدر اجي واستقر في العراق. سؤالين نفس بعضهم وورا بعضهم. ليه ما تجي للعراق؟ ليش ما تجي للعراق؟ تواصلت من يومين مع شخص، حكيت له لو بدي اروح للعراق بفيزا لبغداد، اعمل اقامة واقعد في بغداد، فحكى لي صعب. انت بس واحد يحكي لك صعب، مو مستحيل.
ولكن عم يلمح لك انه في تكلفة كبيرة. فتشكرته وقلت له يعطيك العافية، انا لسه ما عرفت شو اللي صار وياك، وين راحت هديك الضحكة الحلوة؟ موجودة ولكن الظروف ما بتخليك. طيب كيف تركت بنتك؟ الله يصبرك إن شاء الله تنحل أمورك، آمين يا رب. كيف تركت بنتي؟ تركت بنتي وتركت أهلي وتركت زوجتي وتركتهم كلهم حتى أطلع وأبحث عن حياة تليق فينا كبشر مو كسوريين بس. شلون وصلت لهاي المرحلة؟ ديروا بالكم من تجار البشر، ما عندي أي شيء أعبر فيه عليك. أنا رحت ضحية، أنا رحت ضحية لتجار البشر، ونهاية المطاف فيني كان في بلغاريا. أنا ما كانت وجهتي بلغاريا، ولكن هي دولة عبور، لأنه انظروا للخريطة بجوجل بتشوفوا أنه بلغاريا على حدود تركيا، وأنا كنت في تركيا فمجبر أني أطلع من بلغاريا لأنه دولة عبور وأنت طالع بالغابات تمشي. طيب هلا جينا على تعليق شجعني اني اطلب المساعده منكم لاي شخص بيقدر يساعدني. راح اقرا لكم التعليق بالبدايه. حسوني اعرف وضعك صعب، اطلب فزعه من اخوتك العراقيين وافتح بث تيك توك، وكل عراقي ابو غيره يقدر يساعدك لو مبلغ بسيط. لو كل واحد فينا فزع لك ب$1، اقل فيديو عندك في 10,000، يعني يصير عندك 10,000 ونحن ما نخسر شيء كثير، يعني $1. اتذكر انت اول من دعم الشعب العراقي ايام ساحة التحرير، وصار واجب علينا نساعدك، لان واضح خسرت كل شيء وما تقبل تطلب مساعدة من احد. سوراقي واضح عليك عزة النفس. حس يوم جولته الناس سوت كل شيء على موده وهو ما كان محتاج. شلون انت قدمت كثير إلنا ونحن عراقيين وانت تعرفنا كلش زين. انا ابو الغير العراقي خلنا اسولف لك علي. طيب خلوني اعترف لكم بشغله كمان. بهاي الفتره انا من ما يقارب الاسبوع او اسبوعين نشرت قناتي للبيع في جروبات على فيسبوك، بيع وشراء قنوات، فعرضت قناتي للبيع. اوكي، فالناس كانت تقول لي ابعث لنا الرابط حتى نشوفها ونشيك على القناه. كانوا يفوتوا يشوفوا اخر مقطع او مقطعين اللي مبين فيهم الوضع اللي انا فيه، فكان يستغلوا هذا الموقف، يعني يعرفوا انه انا بوضع جدا سيء وبحاجه مال، فكان يعطوني اسعار جدا زهيده، اسعار جدا رمزيه يعني. فعرضتها للبيع وما كنت حب اني اطلع امام الكاميرا واقول لكم يا اخوان انا بحاجه مساعده، بحاجه دعم على التيك توك، بحاجه شخص يديني مبلغ ومستعد رجع له اياه ضعف المبلغ، بس فك ازمتي. ما بحب احط حالي بهاي الزاويه او بهذا المظهر هذا. طيب لو طلبت فزعه من اخوتي العراقيين بيفزعوا لي، والله بيفزعوا لي. خلوني اقول لكم انه انا بامس الحاجه انكم تساعدوني. اوكي، فاي شخص بيحب يساعدني يعتبرها دين، يعتبرها مبلغ دعم للقناه، دعم الي، ما في اي مشكله. راح اترك لكم رقم تليفون، هذا الرقم، وحسابي على الانستغرام وحسابي على التيك توك. هذا الناشمي هذا ابن امي هذا الما يرد واحد. شو ما حكيت ما بعرف، ما نفسي ما عم تسمح لي، يعني ما عاد اعرف احكي يا اخي. طحت عفتوني وحدي وكلكم صرت ضدي وانا باصعب ظرف ما فارقتكم. واللي حابب يشتري قناتي على اليوتيوب انا مستعد بيع قناتي ب2,000,000 نقطة على تيك توك. فرح صير افتح بثوث على التيك توك. بتمنى كل شخص وصل لهي الدقيقة هاي اسمع على التيك توك يروح يعمل لي متابعة، وراح صير افتح بثوث على امل اني الناس تدعمني، الناس تساعدني بشيء. ولاد الحلال كثير يعني يا اخي، والله انا بشتغل يا اخي، بشتغل، بحب اشتغل، بحب اسوي، ولكن خسرت كل شيء، ما عندي ولا شيء حرفيا. يا رب يا رب. نكمل الحلقة. حسن نزل تطبيق دعم المصاري حتى بعض المتابعين راح يدعموك وتنزل على يوتيوب بدون اعلانات. والله ليك ما بعرف شو التطبيق اللي ممكن اي شخص يساعدني من خلاله، ولكن قلت لكم راح اترك اسم حسابي على التيك توك، راح يصير افتح بثوث على التيك توك اللي بيحب يدعمني ولا بشيء رمزي، وراح احط رقم تليفون وحسابي على الانستغرام. اي شخص حابب يساعدني لو كانت مبالغ مو كبيره، مبالغ عاديه يعني، كلها راح صورها واعمل حلقه شكر لهي الاشخاص واذكرهم واحفظ ارقامهم عندي، والكم ذكروني بعد فتره وقت اللي تشوفوا اموري مشيت باني رد المبلغ لهي الناس اللي انا احتجتها وهي ساعدتني. بنكمل. ما فهمت شيء الصراحة، بس الله يفرج همك بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والله أنا مو فهمان وين صفي فيني الحال، مو فهمان ليش هيك صار معي. شو بدي لكم، هذا اللي يتهجر من أرضه ومن وطنه.
حسن العاد مرتك وبنتك وين راحوا؟ مرتي وبنتي موجودين عند أهلها في تركيا. طلعت قدامهم، يعني أنا آسف حتى يمكن خيبت ظنهم، بس والله شيء خارج عن إرادتي، وهم كانوا حاطين أمل فيني وبالله إني أطلع وظبط أموري أكثر وجيبهم لعندي، ولكن هلا أنا صار بدي مين يساعدني ويظبط أموري. يا عمري ربي يفرج عليك، بس يا ريت تحكي لنا كل التفاصيل اللي خلتك توصل لهذا المكان حتى نقدر نساعدك بطريقة ما. والله إذا بحكي لكم كل التفاصيل بدها حلقة كاملة، وفي حلقة جاهزة ولكن بدها شوية شغل على التليفون، ما عم يساعدني. تليفون كثير عادي، يعني مو التليفون الايفون اللي كان عندي هذاك حتى بعته، سويت فيه جواز سفر. ما فيني اشتغل كل الشغل على هذا التليفون، تليفون كثير عادي. ممكن سؤال ليش ما طلعت رسمي؟ جواز السفر السوري من أسوأ الجوازات، محتل المركز الأخير، فما بيخولني إني أدخل لدول كثير يعني، فما فيني أدخل رسمي، بروح تهريب، بنمشي بالحدود بين الدول بالجبال بالغابات، وهيك جيت أنا لهون أصلا. في نهاية المقطع بدي أرجع أذكركم أول شيء تدعوا لي اجتماع مع بنتي، يا أخي والله اشتقت لها. وأي شخص حابب يشتري قناتي، هي القناة عارضها للبيع ب2,000,000 نقطة على تيك توك. والناس اللي حابة تساعدني على وعسى إن شاء الله ما أضطر إني بيع القناة. وبس إخواني بتمنى ما تقصروا، طالب المساعدة من الله ثم من كل شخص بيحبني وشاهدني. بس السلام عليكم.